تفتكروا يا ولاد الصندوق ده فيه ايه؟ تفتكروا يا ولاد ليه الصندوق ده محطوط من زمان ومحدش عارف يفتحه؟ واشمعنى فتح لتوت الصغير وما فتحش مع ناس تانية؟ حبايبي الحلوين، كان يا مكان كان في صندوق حديد مقفول بثلاث اقفال محطوط في جنينة ومحدش عارف يفتحه. كل ما الناس تحاول تفتحه مش عارفة تفتحه ومش عارفين يعملوا ايه. مكتوب على الصندوق: محدش هيفتحني غير اللي عنده أغلى حاجة في الدنيا. قعدت الناس تفكر يا ترى ايه هي أغلى حاجة في الدنيا. قالوا خلاص أغلى حاجة في الدنيا إن يبقى واحد عنده عضلات وقوي هو اللي يقدر يفتح الصندوق. فعلا يا ولاد جه راجل قوي جدا، طول بعرض، عضلاته جامدة جدا، قوي جدا، خبط الصندوق خبطة علشان يفتحه. برضو الصندوق ما فتحش. قعدوا برضو يفكروا ويقولوا طب وبعدين هنفتح الصندوق ده ازاي؟ ايه هي اغلى حاجة في الدنيا؟ بس عرفنا اغلى حاجة في الدنيا اكيد الذهب والمال. اغنى واحد يا ولاد معاه مفتاح من ذهب حاول يفتح بيه الصندوق، لكن برضو المفاجأة ان الصندوق ما فتحش. الناس كلها بقت مندهشة ومش عارفة الصندوق ما بيفتحش ليه، ومش عارفين يعملوا ايه، لغاية ما زهقوا وكانوا هيمشوا. لقوا توتو جاي من بعيد، وتوتو ده ولد صغير وأمور كان معاه سندوتش بياكله. توتو قال بينه وبين نفسه: جدو اللي هناك ده شكله راجل غلبان وما كلش بقاله كتير، انا هقسم السندوتش بيني وبينه وهديله الحتة الكبيرة. فعلا يا ولاد توتو قطع السندوتش اللي معاه قطعة كبيرة وقطعة صغيرة وادى جده ده القطعة الكبيرة. ساعة ما توتو عمل كده راح الصندوق مطلع نور نور نور، وبعدين تك تكة فتح أول قفل. بعد ما فتح أول قفل قرب توتو عليه، لسه توتو بيحط ايده عليه راح فتح كله. الناس بقت متفاجئة جامد وعندها ذهول ومش عارفة ازاي اقوى راجل اللي كله عضلات ما قدرش يفتح الصندوق، واغنى راجل اللي مليان ذهب وعنده ذهب كتير وجاب مفتاح من ذهب ما قدرش يفتح الصندوق ويفتح من سندوتش توتو. اتفتح يا ولاد، والاولاد كلها جت تشوف ايه اللي جوه الصندوق. لقت جواه مراية تحتها ورقة، الورقة مكتوب عليها: اللي فتحني عنده أغلى حاجة في الدنيا. إيه هي أغلى حاجة في الدنيا؟ أغلى حاجة في الدنيا إن إحنا نحب بعض ونعطف على بعض ونساعد بعض. هي دي السعادة الحقيقية يا ولاد. نستفيد يا ولاد من الحدوتة ديت إن إحنا لازم نكون قلبنا على قلب بعض، ولازم نساعد بعض، ولازم نحس ببعض، وهي دي السعادة الحقيقية. زي ما توتو كده حس بجده الجعان وقسم معاه السندوتش، انت برضو ممكن تحس بحد غلبان وتساعده بحاجة، ممكن تساعد حد ملهوف، ممكن تساعد حد محتاج. لازم نساعد بعض ونكون قلوبنا على قلوب بعض. ونقابلكم يا ولاد في حكاية جديدة من حكايات ماما تونا.